السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا بإخواتي وحبايبي، أهلًا وسهلًا بمتابعيني الكرام، يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب، وحشتوني جدًا، جدًا من آخر فيديو نزّلته معاكم على القناة، بجد بتوحشوني جدًا. هنعمل مع بعض البقسماط بطريقة إن شاء الله سهلة، بس في كام ترِكّة كده هتعمليهم معايا إن شاء الله هتعملي أحلى بقسماط. كمّلي الفيديو معايا للآخر وهتشوفي ال3 تريكات اللي هاقول لِك عليهم، بس قبل ما ابتدي الوصفة هنسمي الله ونصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة نوع الدقيق، أنا عايزة نوع الدقيق يكون دقيق عرقه قوي، تمام كده، الدقيق يكون عرقه قوي نسبة البروتين فيه بتبتدي من 11 ل14 جرام. ليه باقول لِك نسبة البروتين فيه تبقى عالية أو الدقيق يبقى عرقه قوي؟ علشان ما يفرش معاكِ في الفرن أثناء التسوية. طبعًا مش البقسماط بس، طبعًا الكلام ده بيخُص جميع المخبوزات، إن الدقيق يكون عرقه قوي. خلاص كده؟ معايا بقى نُص كيلو دقيق، عليه 3 معالق كبار سكر، نُص كوباية زيت بس مش مليانة، نُص كوباية زيت إلا معلقة، ومعايا معلقة صغيرة سمنة، ومعايا معلقة صغيرة مليانة خميرة فورية، ومعايا ذرة ملح. العجينة خدت معايا كوباية مَيّة، كوباية المَيّة اللي معايا ديّة 250 بتاخد 250 مللي. طبعًا كمية المَيّة هتختلف من نوع دقيق للآخر، يعني من نوع دقيق لنوع دقيق تاني. العجينة معايا عايزاها عجينة بعد ما تعجني طبعًا كويس جدًا، جدًا مدة ما تقلش عن 10 دقايق، لازم تعجني كويس جدًا، جدًا، كل ما عجنتِ العجينة كويس جدًا، جدًا ال المخبوزات هتطلع معاكِ خفيفة جدًا وبجد هشة وجميلة أوي معاكِ، ولونها كمان هيبقى حلو أوي معاكِ في التسوية. طيب، طبعًا كمية المَيّة بتختلف من نوع دقيق للآخر، يعني كل دقيق بيختلف امتصاصه للسوايل، خلاص كده؟ معايا بقى نُص كوباية سمسم محمص أو سمسم ني، هنضيف عليه 3 معالق مَيّة علشان خاطر العجينة تلزق معايا. هاجيب بقى قطعة، قطعة هالفّها رول على الطبلية أو على الرخامة أو على أي مفرش، هتلفّيها رول صباع البقسماط ما يكونش معاكِ ولا رفيّع ولا تخين. اعملي حسابِك إن هينفش معاكِ عشان الخميرة طبعًا، فما تتخنوش أوي ولا ترفّعيه أوي، يعني يكون وسط. هالفّه طبعًا هابرم صباع، صباع كده يكون رفيّع معايا وهاضيفه على السمسم، وهاضيفه على صينية ما تكونش مدهونة أي حاجة. درجة التسوية عندي من 170 ل180 درجة، درجة حرارة الفرن. بمعنى أصح عايزين درجة حرارة هادية جدًا، البقسماط هياخد معاكِ من تِلت ساعة لنُص ساعة. لو احمر معاكِ من تحت ادّى لون دهبي من تحت ولسه ما خدش وِش معاكِ، شغّلي عليه الشواية في آخر 5 دقايق، يعني هياخد معاكِ من تِلت ساعة لنُص ساعة. هيطلع معاكِ أحلى بقسماط من إيديكِ حرفيًا، هيكون طعمه حلو جدًا وخفيف جدًا، وبيشرب معاكِ هتشوفي طبعًا في آخر الفيديو في فراغات في البقسماط ده دليل إن العجينة هشة معايا، وهتشرب الشاي بلبن أو الشاي بس، أو أي مشروب هتسقسقي بيه البقسماط، هيشربه معاكِ بكل سهولة. طبعًا وطعمه حلو جدًا، عايزة تتخنيه شوية، في ناس بتحب البقسماط يكون تخين شوية عشان لمّا بتيجي تسقسقه في المشروب بتاعها. عايزاه رفيّع بس ما ترفعوش زيادة عن اللزوم عشان ما يتحرقش معاكِ. ده بعد ما خمر معايا البقسماط، خد معايا ساعة إلا ربع في الحر اللي إحنا فيه. في الشتا ممكن ياخد معاكِ من ساعة لساعة ونُص، تمام كده؟ بس هادخّله الفرن طبعًا هيستوي معايا، وهتطلّعي أحلى بقسماط. لايك بقى من إيديكم الحلوة، واشتراك للي ما اشتركش في القناة، واللي يشترك يفعّل تفعيل الجرس ويفعّل طبعًا كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. طبعًا بافرح بكومنتاتكم الحلوة، ربنا يا رب يحفظكم يا رب، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، وبس كده. يالّا أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة، سلام عليكم.